اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه النهارده كده؟ اللهم صل على النبي كده. عدينا على الجزار وجبنا ايه الفشه الجميله دي. ماشي. انا صراحه كنت موصيه عليها، رن عليا رحت له وجبت منه ايه الفشه دي. فانا قلت له سيبها على بعضها، قال لي لا هقسمها لك نصين عشان ايه اعرف احط لك في ايه في الكياس يعني. ماشي. دول بسم الله ما شاء الله 5 كيلو. تعالوا نشوف هنغسلها وننضفها ونشوف ايه اللي هنعمله فيها، وبعدين نشوف احنا هنشوحها ازاي ونحمرها ازاي زي ما طلبت مننا كده، وقالوا لنا عايزين نعرف طريقة الفشة المتحمرة. وبعدين شوف الفشة بتاعتي يا جماعة فاتحة جميلة كده، مش مثلا فيها البقع البني اللي بتبقى موجودة فيها، ولا فيها مثلا هي سمرة ولا فيها البقع السمرة. لو انت جبتيها سمرة او فيها البقع السمرة كده بتدنها معاكي برضو، حتى لو غسلتيها وعملتيها لما بتيجي تطبخيها او بتيجي تحمريها تلاقيها ايه دم نازل منها بعد ما بتستوي، بتبقي منزله دم اسود. لا ديت شايفين بسم الله ما شاء الله فاتحه ازاي جميله، حتى لما بتيجي تفتحها من جوه شايفه لونها عامل ازاي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنغسلها ازاي ونقطعها ازاي، وخليكم معانا كده يا جماعه. طبعا شلت البوق وشلت الزور وشلت العروق والحاجات دي، طبعا دي مش هتترمي، لكن ايه ديت بقى نعملها لما نكون بنعمل ايه شطيطه. بنعمل الشطيطه هنحطها ايه معاها، لكن نخليها كده على جنب على ما نعمل ايه نقطعها. انا غسلتها شايفين الميه بتاعتها اهي، بس طبعا بعد ما تتقطع بنقعها تاني بقى في ميه وملح وخل وجنزبيل، ونخليها بقى ايه حاجه كده جميله خالص. شايفين يا جماعه انا بقطعها كده بالطريقه الجميله دي اهي كده. بس اهم حاجه تكون السكينه معاكي حاميه عشان مش تغلبك لو انت هتقطعها لوحدك زي ما انا زي ما انا بقطعها كده لوحدي، فلازم تبقى السكينه بتاعتك حاميه كده. ماشي. فاحنا كده هنقطعها الطريقه الجميله دي. شايفين قلبها احمر وجميل ازاي زي ما قلت لكم، شايفين؟ الف هنا وشفا للي هياكل، والف هنا وشفا للي شاف. والناس اللي مش بتحب الحاجات دي، في ناس كتير مش بتحب الحاجات دي بجد والله يعني خسران كتير. والنهارده في الايام بتاعتنا دي يا ريت مفيش حد يتبطر على حاجه، ونقول الحمد لله والف حمد وشكر ليك يا رب. بعد ما كنا بنجيب الكيلو ب30 و40 جنيه دلوقتي بقت ب60 وب70. مش كل الجزارين يعني الاسعار بص مش موحده، انا مش عارفه ازاي. يعني انت بتروح عند جزار تلاقي اللحمه في لحمه ب 280 وتلاقي لحمه ب300، انا مش عارفه يعني دي ايه ودي ايه. بس المهم ايه بترجع للجزار نفسه او للضمير نفسه يعني. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يرحمنا برحمته ويرخي قوت المسلمين يا رب يا رب، عشان شهر رمضان كده داخل علينا تقدر الناس حتى انها تمشي، يعني الناس تقدر ان هي ان هي تمشي. والحمد لله ربك ما بينساش حد. انا طبعا قطعتها كده دلوقتي كده زي ما انتم شايفين كده اهو، وبعدين اكمل بقيه التقطيع بالشكل ده، وبعدين نروح مقطعينها التقطيع اللي احنا بنستعمله. تعالوا نشوف بقى احنا كده قطعناها كلها كده زي ما انتم شفتوا كده. تعالوا بقى نقطعها كده زي نقول مثلا طرنشات كده مكعبات، الطريقه اللي انت تحبي ان انت تقطعي الفشه الجميله بتاعتك دي بيها. ماشي. سهله كده وبسيطه كده، وبنقطعها اهي. هو يا دوبك كده السمك بتاعها كده على ما بتخش طبعا الميه، على ما تخش طبعا النار بتروح بتخس عن كده شويه، يبقى هو يا دوبك كده التقطيع بتاعنا اهوت. بنقطعها كده قوام كده اهو وبعدين نشوف هنعمل فيها هقول لكم ايه المكون اللي هنحطه عليها ان هي مش يبقى فيها ريحه. ولما نيجي كمان نعملها ازاي ونحمرها ازاي وتستوي معانا ازاي. خليكم مكملين معايا الفيديو، ما تروحوش في اي حته
انا مش بحب ان انا اطول عليكم الفيديو، انتوا عارفين يعني في تكات كمان، يعني انا بجيب لكم التكات ايه المهمه، مش بحب ان انا ايه اطول عليكم الفيديو. فانا طبعا هخلص كده وايه، نخلصها تقطيع خالص، وبعدين نروح ايه نيجي بقى نكمل مع بعض الفيديو الجميل بتاعنا. هنشوف بقى دلوقتي بعد ما غسلناها كده مره واتنين كده في الميه، بعد ما قطعناها بالطريقه الجميله دي، بنعصر بقى عليها الليمون كده اهو، شايفين اهوت الليمون بقى والملح يا جماعه مع الفشه والكرشه دول. النهارده معانا فشه بس بقول لكم يعني مع الكرشه برضو الليمون والملح دوت حكايه حكايه. ماشي، بنحط كده كميه ملح حلوه كده اهو كده بالشكل ده، وبنجيب بقى معلقه الجنزبيل دي، بصوا بتشيل اي زفاره اي زفاره. معلقه الجنزبيل ديت معانا يعني، انا عن نفسي حشرها معايا في كل حاجه. بحط بقى معلقه الجنزبيل ديت، صدقيني بصي بتدي بقى بتشيل الزفاره بتاعت اي حاجه بقى. بحطها للسمك، بحطها للحمه، بحطها للفراخ، بحطها للفشه، بحطها للكرشه، اي حاجه تكون فيها زفاره او فيها ريحه عايزه اتخلص منها، واروح حاطه معلقه الجنزبيل دي كده. ماشي، بسيبها بقى تعيش حياتها في التركيبه الجميله اللي احنا عملناها دي، وبعدين نص ساعه كده ونشيلها ونغير ميتها، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى بعد كده نص ساعه كده، طبعا انا غسلت دول وغسلت دول اهم، بس قسمتهم. ديت طبعا دلوقتي اللي احنا هنشتغل بيها، وديت هنركنها عشان طبعا هي اللهم صل على النبي كتير يعني، فمش هعمل الكميه كلها. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. معايا كده دلوقتي حله على النار اهي، بروح جايبه الفشه بتاعتنا، بروح نازله في الحله كده، الحله فاضيه لا فيها ميه ولا فيها حاجه. طبعا الناس اللي متابعاني عارفين ان انا ولا بسلق لحمه ولا بسلق فراخ ولا بسلق كرشه ولا فشه، انا كله بشوحه، كله كده بشوحه. طبعا انا غسلاها كويس ونقعاها، خدت راحتها في النقع، وحاطه لها المواد اللي هتشيل الزفره بتاعتنا، فمش محتاجه ان انا ولا اسلق ولا حاجه. انا دلوقتي بحطها كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو، بسيبها كده تتشوح كده بالشكل ده. ماشي، اسيبها كده على النار، مش بحط لها اي حاجه يعني، مش بحط لها ميه ولا حاجه. هي كل الحكايه المكونات اللي انا هحطها قدامكم دلوقتي وتشوفوها. طبعا احنا حطيناها بقى كده على النار، بدات تغير لونها زي ما انتم شايفين كده، واروح نازله بقى ببصلايه، واروح نازله بلوري وحبهان وفلفل اسمر ومعلقه قرفه. ماشي، وبشره كده من ايه، من جوز الطيب. هي دي كل المكونات اللي انا بحطها. مجرد ما حطيت المكونات مش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها، بصوا قلب الدنيا. طيب انا دلوقتي كده بغطي عليها بالطريقه دي، وبسيبها بقى تعيش حياتها وتاخد وتدي كده بشكل ودي. طبعا كده شايفين بقى الفشه بتاعتنا بعد ما ان شاء الله كده يعني ايه خلصناها كده ان شاء الله. شوفوا بصوا هتبقى معانا دايبه دوبان، شايفين كده، شايفين اهي، ولا حطينا ميه ولا حاجه، واتشوحت منها فيها كده. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنكملها ازاي وهنعمل فيها ايه. تعالوا دلوقتي كده معايا طاسه على النار اهي، وهجيب حته زبده، بصوا حته زبده صغيره اهي مش كبيره اهي كده، بنسيبها تسيح بس وتسخن معانا في الطاسه كده. وطفيت بقى على ايه، على الفشه خالص اهي كده، طفيت عليها وسبت السمنه، ومعايا طبعا بطاطس كده بحمرها. هنشوف الفشه بتاعتنا بقى نحطها كده في معلقه الزبده اهي كده يا جماعه، يعني ايه نسيبها كده بقى ايه تتحمر معانا في الزبده كده عشان هي سخنه.
كده طبعا حطيناها كلها في الطاسه اهي يا جماعه. تاخد بقى ايه لون معانا كده، ها، وبعدين ايه نقلبها زي ما انتم شايفين كده. احنا عايزينها تاخد ايه، تاخد لون بس، لكن هي مستويه وكل حاجه يعني تتحمر معانا كده. نتعامل معاها كانها ايه يعني معامله الكبده كده، نطلع منها ايه فشه محمره، ماشي. وطبعا ديت بقى ايه يعني اكله تنفع في رمضان اهي. نعمل جنبها بقى حبه بطاطس، نعمل جنبها حبه رز، نعمل جنبها حبه مكرونه محمره، وتنفع في رمضان عشان الناس اللي عماله تقول احنا هنعمل اكل ايه في رمضان، اللحمه غاليه، الفراخ غاليه. مش لازم يبقى في لحمه وفراخ عشان ناكل. تعالوا بقى شوفوا شكل الاكل كده، وادي اكل كمان من اكلات رمضان اهيت. مش تقولي بقى انا مش عندي لحمه ومش عندي فراخ، اعمل اكل ايه؟ مش لازم يبقى عندنا لحمه وفراخ عشان نعمل اكل. احنا هنعمل اكل وهنشبع عيالنا وناكلهم، وبيقولوا العين بتاكل قبل البق. ولازم نعمل الاكل بشكل جميل كده عشان عيالنا هم صايمين نفسهم تتفتح وياكلوا من الاكل اللي احنا بنعمله. وتعالوا نشوف بقى الفشه بتاعتنا الجميله. اتعاملنا معاها كانها كبده. احنا عارفين الكبده غاليه واللحمه غاليه والفراخ غاليه، بس ان شاء الله ربنا يرخي قوت المسلمين اجمعين يا رب العالمين. والبنوته اللي كتبت لي امبارح رودي وقالت لي احنا عايزين نعرف اسعار مشتريات رمضان، ان شاء الله الفيديو دوت هينزل لك يا النهارده يا بكره. ومتشكره جدا على كلامك الحلو يا حبيبتي. ويا ترى انت اسمك بقى رودي دوت روضه ولا رودينا ولا اسمك ايه بالظبط؟ عشان عايزه اعرف، عشان احنا عندنا روضه وعندنا رودينا، واحنا بنقول لهم يا رودي، فعايزين نعرف اسمك الجميل دوت ايه اللي تكتبيه في التعليقات. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ويا رب اقدر اكون بقدم لكم الجديد والمفيد. وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي ايه رايكم في الاكل النهارده دي، تنفع لرمضان؟ وصدقوني انا بعملها، انا شخصيا بعملها في رمضان. وايه رايكم فيها؟ تعالوا اتفضلوا معانا.